خاشعا متصدعا من خشية الله. نظم مخبر علوم البيولوجيا والزراعة بكلية العلوم في جامعة عمار دليجي بالأغواط تحت الرعاية السامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الوطني حول تثمين الموارد الطبيعية للمناطق الجافة والشبه جافة، وذلك بمشاركة عدة جامعات من بينها جامعة بشار، البليدة، عين تيموشنت وسوق هراس. كما يهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات لتطوير البحث العلمي. الدكتور شيبي رشيد رئيس قسم بيولوجيا ورئيس الملتقى. نظمت جامعة الأغواط عمار دليجي ملتقى وطني حول تثمين الموارد الطبيعية في المناطق الجافة والشبه جافة، وهذا لأهمية هذه المناطق من حيث التنوع البيولوجي، التنوع الحيواني والنباتي. هذا الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرصة لمختلف الباحثين والدكاترة والأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية بالتقاء وتبادل الأفكار ومناقشة آخر ما توصل إليه البحث في هذا المجال. تقريبا المشاركين تقريبا من عدة جامعات جزائرية، تقريبا رانا في 20 جامعة مشاركة، من بينها جامعة جلفة، جامعة الأغواط، جامعة قسنطينة، سوق هراس، جامعة المدية البليدة، وهذا هو الهدف تاعنا يعني الرئيسي. L'équipe du professeur Véronique Gruber, avec qui je co-dirige des axes de recherche à Paris-Saclay sur les interfaces immunité-symbiose. Je remercie aussi le docteur Benoît Safarour qui, grâce à lui, je suis venu à l'université de la Droite. Avant, j'allais arrêter l'enseignement. Il y a quelque chose de systémique. Là, par exemple, donc, ce qu'on appelle appropriate level of protection au consommateur. On va diminuer le niveau de بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ حميد الأمين، أستاذ بالمركز الجامعي آفلو. قمنا بالمشاركة في هذا الملتقى بعدة أبحاث sur les ressources des zones arides et semi-arides. قمنا يعني بعرض مختلف الأعمال المنجزة من أجل يعني الإثراء في هذا الملتقى الوطني حول la valorisation des bioressources des zones arides et semi-arides.